الكلام واللي قال، هل كلام احمد طيب هناك اهانه لجمهور النادي الاهلي؟ هل هناك اهانه للمطربين اللي ذكرهم؟ هل هناك اهانه للنجم الكبير عادل امام؟ انا عايز اقول لكم شخصيا ان اسامي مثلا قبل ما نروح، عادل امام اهلاوي جدا وده احسن ممثل في مصر. عادل امام احسن ممثل في مصر. محمد حماقي زميلي ومن احسن المغنيين في مصر. محمد حماقي اهلاوي جدا، يعني محمد فؤاد اهلاوي جدا، عبد الحليم حافظ اهلاوي جدا، يعني في ناس على اعلى مستوى وناس يعني حتى الناس الشعبيه. محمد رشدي مثلا كان زملكاوي. طيب معانا على التليفون الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ازيك يا حاج محمد؟ يا كابتن خالد، ازي صحة حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت مزعل الاهلاويه كلها ليه يا كابتن خالد؟ ليه؟ انا عملت ايه طيب؟ والله كله لا، كل الاهلاويه زعلانين منك، مش عارف ليه. طب قول لي اصالحهم ازاي طب يا حاج محمد؟ بص، صالحهم ازاي؟ خليك في الزمالك، انت راجل كابتن نادي الزمالك، بتحب الزمالك وعشق الزمالك، خلاص خليك في الزمالك وسيب اللي يزعل الاهلاويه. خلاص انا هخليني في الزمالك بس بشرط. بشرط كابتن شوبير يخليه في الاهلي، وكابتن مدحت يخليه في الاهلي، وشادي يخليه في الاهلي، وكل اللي هم كانوا بيلعبوا في الاهلي يخليهم في الاهلي بس. لا شوبير ما بيجيش تحت الايه؟ الزمالك اثنين يوزن بين الاثنين. طيب في قناه النادي الاهلي يمكن ما بيزعلش الزملكاويه، بالعكس يدي لكل واحد حقه. لكن انت راجل، يعني انا زيك راجل عاشق النادي الاهلي، ما بحبش حد الا النادي الاهلي في حياتي، ولو قعدت مكانك هتكلم عن النادي الاهلي في الحلو والوحشه. لا، حلو النادي الاهلي، بس عمري ما شفت حاجه وحشه فيه. دي بس الاهلاويه بيزعلوا، الاهلاويه زعلانين. طيب على العموم الرساله وصلت يا حاج محمد، وهي دي الطبيعه، ان في ناس اهلاويه بيزعلوا من بعض الحقائق، في ناس زملكاويه بيزعلوا من بعض الحقائق، ولكن في النهايه احنا دورنا كاعلاميين ان احنا نبرز المعلومه، وتحاسبني على المعلومه ولا تحاسبني على مشاعري الداخليه. يعني انا الداخليه دي ملكك طبعا، كل واحد مشاعره الداخليه. صحيح، انت راجل اهلاوي وانا راجل زملكاوي، بس كده مفيش مشكله. بعدين انا مش عارف برضه النغمه الخالد دلوقتي بتاعت مين كان اهلاوي ومين كان الحاجات دي اتنست من الستينات. احنا ليه بنرجع الكلام ده؟ ليه يا حاج محمد؟ ما سمعتش والله. حته اللي مش عارف مين اهلاوي ومين زملكاوي، ده اصل ده اهلاوي. حاجات يعني كل المطربين الزملكاويه كنا بنلعب مع بعض الكوره وعادي، واحنا ما فيش فرق بينهم بعض، والبيت الواحد فيه اهلاوي وزملكاوي. طيب عايز حضرتك سؤال، اكيد يا حاج محمد انت سمعت اللي قاله الكابتن احمد الطيب، هل انت وانت بتسمع بتشوف ان ده نوع من التقليل من النادي الاهلي؟ هل الكلام في نوع من التجريح للنادي الاهلي؟ هل التعليق على مباراه الزمالك وذكر بعض الاسماء ده بيقلل من الاهلي وبيكبر الزمالك؟ بص، باحترامي للناس كلها، بس انا عندي المعلقين، عندي ايام الكابتن لطيف والكابتن حسين مدحور وعلي الزوار الله يرحمه والكابتن محمود بكر والكابتن شوبير والكابتن مدحت شلبي، بس الشوال بقى، الشوال والناس دي وقفت عند كده. لكن انا والله ما اعرفش حد من الناس الجداد ولا الاسامي دي، ما اعرفش حد من الناس دي خالص. لكن هو بقى لما حد يستظرف ويقول بقى اصل ده كان اهلاوي، ده ايه ده كان اهلاوي؟ ام كلثوم. عشان كده اما سئلت عن احمد الطيب قلت انا ما اعرفوش مين ده. انا ما اعرفوش خالص، يعني ما فيش. طب انت لو جبنا الرياضه كلها هتقول حد، يعني مع احترامي للجميع، مش اي ريفرنس رياضي، يعني ما شفتش اي ريفرنس رياضي كلمه عشان اطلع اقول ده كده. الراجل لو انت زملكاوي حاجه مش عيب ان انت زملكاوي، مش عيب يا سيدي. لكن انت ضد اي معلق ان هو ينحاز للاهلي او للزمالك. بالظبط كده، ما تجيبش بسيره الاهلي على لسانك. خلاص قول يا حاج وحب الزمالك من هنا ل 100 سنه، بس ما تجيبش الاهلي على لسانك، بس ده اللي احنا عايزينه. وبرضه نفس الحكايه، لو انا اهلاوي اتكلم في الاهلي واقول زي ما انا عايز، بس ما اجيبش سيره الزمالك. انا دي اللي نفسنا نعملها. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، رد مجلس اداره النادي الاهلي على الاتهامات اللي وجهت لمجامله التحكيم للنادي الاهلي، وانت ليك صولات وجولات على الفيسبوك